مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ تعالوا اليوم نسوي كعك أبو السمسم على أصوله وبصورة لذيذة وطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. بالبداية خليت 6 أكواب من الطحين وعليهم رشة ملح وخاشوقة من الهيل. إذا تحبون تضيفون فانيلا، ما عندكم هيل عادي ضيفوا، وظرفين من البيكنج باودر. نخلط المواد الجافة كلها سوية. حبايبي لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك حتى يوصل لكم كل جديد. وهسه نخلي كوبين من الدهن. طبعا دائما انا قلكم استخدم دهن جنة لان ينطي طعم لذيذ بالحلويات. والكوب اللي قست بيه الطحين نفسه قست بيه الدهن. تمام. هسه تقولولي يصير نستبدل الدهن او نخلي زيت مكانه؟ اقولكم لا، ما تطلع مضبوطة مثل ما تعجنونها بالدهن، فحاله يعني تستخدمون الدهن. هسه نعجنه الى ان تصير عندنا، شوفوا شلون العجينة الرملية رملية تصير عندكم العجينة. بعد هذا نجي نسوي الخليط مالتنا. ايش راح نخلي كوب من السكر ونستخدم نفس الكوب، و4 خواشيق من الحليب الباودر، وكوب من الماء. نخلطه الخليط كله سوية الى ان تذوب عندي الشكر والحليب يتجانسن. هالدور نضيفه على العجينة مالتنا. طريقة بسيطة وحلوة وبالبيت تسوينها يستمتعون بيها عائلتك، وأطيب بهواي من المحلات. هسه نضيفه عليها. شوفوا حبايبي، طبعا هاي الكمية اللي سويتها تطلع عندكم تقريبا 1.5 كيلو، 1.4 كيلو. هذا القياس يطلع عندكم. هاي الكمية اللي سويتها مالت 6 أكواب. نعجنه كلها تتلابس العجينة سوية. شوفوا شلون تصير عندي عجينة طرية ترفة، كلش ترفة تصير العجينة مالتها وطرية حلوة. شلون ما تشكلينها باعي بهاي الطريقة. هسه شنو عندنا؟ بقى عندنا السمسم مقلينه ومجهزينه وبارد. تضيفون اما عليه، انا صراحة ما عندي الشيرة اللي هي القطر، ضفت عليه خاشوقة من العسل الأبيض. أهم شي تتلابس العسل أو الشيرة ويا الكعك والسمسم كل زين، حتى شنو من نخليه العجينة مالتنا مالت الكعك ونشيلها السمسم ما يظل يطيح منا ومنا، بس نشيله ويتطشر وما متماسك يطيح من العجينة. لا، انتي من تحطين عليه شوية شيرة او شوية عسل هنا راح يتماسك بالعجينة، ما راح يتفتت ويطيح. وتقدرون تشكلون هالاشكال اللي تعجبكم. تمام. ام شكل طولاني، تريدون شكل دائري، اي شكل يعجبكم. تمام حبايبي. يعني هاي كلها العجين ويا الشوي ما تاخذ من عندكم نص ساعة. وبعد ما كملنا ودخلناها للفرن، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا شلون مكسبة عندنا. الكعك طلع عندنا مضبوط 100%. ان شاء الله طريقتي تعجبكم. وهسه اترككم في امان الله، الى اللقاء.